زرت امرأة مات لها من ولدها 3 في حادث سيارة. لقيت امرأة صابرة محتسبة، سألتها سؤال لأختها فقالت: ثبتني الله بإدراكي وتدبري لاسم الله الجبار جل جلاله. سنتدارس في هذا اليوم اسم الله الجبار جل جلاله وتقدست أسماؤه. ورد اسم الله الجبار في حق الله مرة واحدة في القرآن، يقول الله سبحانه: المهيمن العزيز الجبار المتكبر. وورد في السنة النبوية في حديث عبد الله بن عمر حين قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وهو يقول: يأخذ الجبار سماواته وأرضه بيديه. ما معنى هذا الاسم؟ سأقتطع ثانية واسألي نفسك. دائما يرد على أذني الجبار، ما معنى؟ يدور على 3 معاني. الأول جبر القوة، فهو الجبار الذي يقهر الجبابرة ويغلبهم بجبروته وعظمته، فكل جبار وإن عظم فهو تحت قهر الله. الثاني جبر الرحمة، فإنه سبحانه يجبر الضعيف بالغنى والقوة، ويجبر الكثير بالسلامة، ويجبر المنكسرة قلوبهم بإزالة كسرها وإحلال الفرج والطمأنينة فيها، وما يحصل لهم من الثواب والعاقبة الحميدة إذا صبروا على ذلك من أجله. الثالث جبر العلو، فهو سبحانه فوق خلقه عال عليهم، وهو مع علوه قريب منهم، يسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويعلم ما توسوس به نفوسهم. جمع الشيخ السعدي رحمه الله هذه المعاني، فقال: الجبار بمعنى العلي الأعلى جبر العلو، وبمعنى القهار جبر القوة، وبمعنى الرؤوف الجابر للقلوب المنكسرة بمعنى جبر الرحمة. إذن اسم الله الجبار دائر على هذه المعاني ال3. ما الآثار المسلكية للإيمان بهذا الاسم؟ أولا محبة الجبار الذي لا يغلبه أحد، والذي يجبر الضعيف بالغنى والكثير بالسلامة، والعالي على خلقه القريب منهم. الثاني الجبار جل جلاله قهر الجبابرة بجبروته وعلاهم بعظمته، لا يجري عليه حكم حاكم، ولا يتوجه عليه أمر آمرا غير مأمور، قاهرا غير مقهور، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فمهما رأيت من جبار قد علا اعلمي أن الله فوقه ويملي له حتى إذا أخذه لم يفلت. فهو الذي قهر الجبابرة الظالمين وقصم المعتدين، فكل من طغى وبغى وعصى وغوى استحق من الجبار العقاب. يقول الله في حال الأقوام السابقة: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. من آمن باسم الله الجبار علم أنه ملاذ لكل العباد، كل بحسب ضعفه وحاجته وفقره، لا ناصر غيره ولا مؤمن سواه. أنت مريضة، الله سيجبر مرضك. فقدت أحد من أهلك، الله سيجبر فقدك. عندك عسر، الله سيجبر عسرك. مظلومة، الله سيجبر قلبك ويزيل الحرقة التي علت. وهذا ظاهر لكل من طرق باب الجبار وأنزل حاجته به، فلا ينكسر من آمن بأن الله هو الجبار جبر الرحمة. من آمن باسم الله الجبار علم أن الله إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون، لا يقع في ملك الجبار إلا ما يريد، فهو الجبار الذي تنفذ مشيئته جبرا وتظهر أحكامه قهرا، ولا يخرج أحد عن قبضة تقديره، ولا ينفذ أحد من مشيئته في تقديره وأحكامه. ولذلك علم أنه لا شيء يعجزه سبحانه وأنزل حاجته به. من آمن باسم الله الجبار علم أن الجبروت صفة لله وحده، وأدرك الإنسان ضعفه وعجزه وخاف ربه. وفي الحديث القدسي يقول الله عز وجل: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. وجاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
احتجت النار والجنة، فقالت النار: يدخلني الجبار والمتكبرون، مآل المتكبرين والجبابرة إلى النار، أعاذنا الله وإياكم منها. ومن تأمل في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم علم أنه سيد المتواضعين، يباشر الفقراء والمساكين، ويخالط الأعراب لأجل تعليمهم، ويسلم على الصبيان ويلاطفهم، وكان يقول: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. اللهم يا جبار اجبر كسرنا وآمن خوفنا وأعذنا من التجبر والكبر.